السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده الجو برد قوي، فقلنا نعمل اكله كده تدفينا، نرجع لاكلات زمان الحلوه الجميله. فقلنا يلا بينا بقى مع بعض النهارده نعمل مخروطه. هنعملها كده، هي دي احلى حاجه في الجو ده، هتدفينا كده مع اللبن. هنعمل مخروطه البريان. يلا بينا، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. ندخل الدقيق اول حاجه. دلوقتي بعد ما خلصنا الخير هنعجن. ملح، العجينة مية وملح وبس. ملح حطيته على المية، اقلبه كده، نيجي كده دوبته. نعمل فحرة كده، هنحط فيها المية، وهي عجينتها مش هتاخد مية كتير. وهنبتدي نعجن، نقلب كله كده ببعض. نعجن على طول، هي عجينة سهلة، مفيش أي إضافات تانية بتتحط زيادة عن الملح والمية. اخلص العجينه واوريكم شكلها بعد ما خلصت. دي خلاص العجينه بعد ما خلصتها، هي عجينه مش بتلزق، عجينه جامده شويه هي عجينتها بتبقى كده. دي العجينه كده، انا خلصت العجينه. يلا بقى نبتدي نشكلها. ده دقيق ذره، ده اللي هبطط بيه، ده دقيق ذره. دي العجينه بعد ما خلصتها. بصوا بعملها كده، بعملها كده يعني اي حاجه، عشان انا هفردها في المكنه اصلا. دي المكنه اللي هعمل بيها كده، بسيبها ترتاح. هعملها كده، مش بسيبها كده ترتاح، وبعد ما ترتاح هنفردها. اوريكم ما ترتاح شكلها يبقى عامل ازاي. هبططها شويه كده، شويه كده بايدي، وبعدين احطها في الفراده في المكنه كده. كده فردتها، افردها كده، واجيب دقيق والفها كده، وعامله برضو كام واحده كده. برضو اعمل كده، افردها شويه بايدي كده، واقوم حطها في الفراده على طول اهي كده. كده بالدقيق كده. وبعد كده هننقل بقى، فك دي كده، وابتدي بقى كده نخلطها كده. رب تكون واضحه. شايفين كده المخروطه؟ اعمل لكم كمان واحده. شايفين؟ دي المخروطه. يلا هوريكم بقى هنسويها ازاي، اوريكم سواها على البخار ازاي. نجيب صينيه ونحط عليها كده، ونديها رشه دقيق لازم. وده دقيق ذره ابيض، اكيد موجود عند العطار. ده احنا عندنا هنا في الريف احنا بنعمله كده قبل ما نحطها في حله البخار كده على صينيه. يلا بقى نقوم مع بعض كده نحطها في حله البخار. كده المية غليت. طبعا انا مش لامياه، انا اختها زي كل مرة. اولا كده المية غليت في الحلة اهي، دي حلة البخار وبالمصفى بتاعتها، والمية غليت. وبعدين حطينا شوية شوك ومعالق، ديت حاجة كده للذكرى، امي كانت بتحطها، احنا بنحطها كده. ممكن تكون بتحجز شوية عشان ما يحصلش انها تعجن. المهم ان احنا حاطينها وكده، ونبدأ بقى نحطها. اهي المخروطة اهي بنحط جزء جزء، وطبعا عليها دقيق كتير علشان ما تعجنش ببعضيها. 5 دقايق هي بيقول عليها ايه، تدبل شويه.
يعني 5 دقايق، وبنقوم حاطين جزء جزء. ما بتنفعش تتحط كلها مرة واحدة، ما تستويش، فلازم بنحط حبة، بعد 5 دقايق نحط حبة كده، وبنغطيها بقماشة على الوش. هنقول لكم بقى. وكده بقى هنحط شوية كمان اهو، عدى يجي 5 دقايق 7 دقايق، وبنقوم حاطين حبة كمان. بنفضل كده لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا اهو، نفردها كده وبقماشة كده في فوطة مطبخ، ونقوم مغطيه علشان البخار هو اللي بيسوي، لان هي تسويتها صحية جدا انها بتتسوي على البخار. ونكمل الباقي. وده بقى شكلها بعد ما استوت اهي، كده بقى خلاص استوت. هنفضيها وبننفض بقى الدقيق اللي فيها. الدقيق الذرة ده لازم بيتنفض قوي. هننفضها كده كويس، وهوريكم بقى لما نفضنا الدقيق واحنا بنحط لها اللبن بقى. لسه البخار حتى فيها اهو. هنجيب شويه اوريكم بقى طريقه عملنا بناكلها ازاي. نجيب شويه كده ونحطهم قدامنا هنا كده، ونجيب اللبن. لبن مغلي، لازم بقى اللبن يكون مغلي، ونديها اللبن. ولازم الزبده الفلاحي بتاعتنا مسيحنا، لازم الزبده نديها رشه زبده، ونديها عسل اسود، وهنديها عسل اسود. وممكن نحط بدل العسل نحط سكر، واللي بيحب العسل يحط عسل. شايفين الاكله جميله، وفي البرد ده هتدفينا قوي ازاي. والاجمل كمان يا جماعه قعده الطبليه، بترجعنا لذكريات زمان. اجمل حاجه ان احنا ناكل او نعمل اي حاجه على الطبليه. وان شاء الله الحلقات الجايه اعمل لكم سلسله الطبليه دي، حلقات كتيره كتيره جدا. مش قادره اقاوم بصراحه، عايزه اكل. هي طبعا اكلها فضايح. مهم. مهم. هي بوظت لي وشي طبعا، بس جميله جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. يلا سلام عليكم.